السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله هنعمل فيه إعادة تقييم لسيارة لادا جرانتا. هنتكلم عن عيوبها ومميزاتها وبعض العيوب اللي كانت موجودة في الموديلات القديمة وتم تعديلها في الموديلات الجديدة، وهنتعرف كمان على الإضافات اللي نزلت في لادا جرانتا E2 2022، وهل الإضافات والتعديلات دي تستاهل فرق السعر ده ولا ما تستاهلش. وهنعرف العيوب والمميزات بصفة عامة اللي موجودة في أغلب موديلات لادا جرانتا، وأنا هنا مش هقيمها بناء على معلومات أنا مجمعها أنا فقط، أنا مالك للعربية بالفعل وتقييمي ليها هيبقى عن تجربة فعلية. العربية معايا من 4 سنين ماشي بيها 66 ألف كيلو. مش هنتكلم النهاردة عن العربية طولها ايه ووزنها كام، لأن كل دي معلومات وتفاصيل ثابتة لكل موديل سيارة تقدر تعرفه بسهولة. أنا هتكلم عن الحاجة الأهم اللي بتشغل فئة كبيرة من الناس، وهي إن هل السيارة دي اعتمادية وهتستحمل وعملية ولا هتتعبني، وهل الفلوس اللي هتتحط فيها تستاهل، خصوصا إن تجميع مبلغ لشراء سيارة النهاردة مش بالساهل، وده القلق اللي بيسيطر على أغلب المقبلين على شراء سيارة جديدة. في آخر الفيديو هقولك ليه أنا اشتريت العربية دي بعد ما عرفت عيوبها ومميزاتها، وبعد تجربتي ليها هقولك إمتى تشتريها، وليك عندي نصيحة في آخر الفيديو هقولها لك. بس في البداية لو انت مهتم بعالم السيارات فانت ان شاء الله اكيد هتشترك معانا في القناة، لانك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات من اصلاح وصيانات ومراجعات موجود عندنا هنا في القناة، وخصوصا لادا جرانتا. ولو انت معاك لادا جرانتا او بتفكر تشتريها وبتجمع معلومات عنها، فانا هسيب لك اسفل الفيديو في صندوق الوصف وفي اول تعليق على الفيديو ده هسيب لك رابط لجروب خاص بملاك لادا جرانتا تقدر تشترك فيه وتستفيد من تجارب ملاك العربية. هنبدأ أول حاجة بعيوبها، وعايزك هنا تراعي حاجتين مهمين جدا. رقم واحد، لو انت أول مرة تركب عربية أو كنت راكب عربية قبلها أقل من فئة لادا جرانتا، فالعيوب اللي هقولها لك دلوقتي مش هتفرق معاك ومش هتحس بيها، بالعكس العربية هتبقى ممتازة جدا بالنسبة لك. الحاجة التانية، عايزك تراعي الفئة السعرية للعربية دي. العربية دي أرخص عربية سيدان موجودة في مصر، عشان ما نحطهاش في مقارنات مع عربيات تانية أغلى منها سعريا ونبدأ نحكم عليها، فلازم تراعي فرق السعر. أول حاجة في عيوبها حجمها مش كبير، هي مش عربية صغيرة بس مش واسعة شوية. لو انت قبل كده كنت راكب عربية كبيرة فهنا هتحس انها اصغر شوية، بيقعد جنبك واحد والكنبة الخلفية بيقعد فيها 3 افراد حجم متوسط وهيبقوا قاعدين كويس. لو مليانين شوية هيبقوا لازقين في بعض شوية. حجمها معقول، وانا بالنسبة لي كويسة جدا ليا ولأسرتي. شفت بعض الآراء على اليوتيوب، حد كان بيقول ان العربية بيقعد جنبك واحد وواحد فقط هيقعد في الكنبة الخلفية وهيبقى قاعد في النص، لانه مش هيعرف يقعد ناحية اليمين ولا الشمال لان رجليه هتبقى مزنوقة في الكرسي. طبعا ده رأي مبالغ فيه قوي الصراحة. العربية زي ما وصفتها لك بالظبط. وعموما قبل ما تشتري اي عربية تقدر تتفرج عليها في اي معرض سيارات وتشوفها على الطبيعة هتناسبك ولا لا. رقم 2 في عيوبها عفشتها. العفشة بتاعتها ناشفة شوية، هتحس بالمطبات خصوصا في الطرق الغير ممهدة، وهتحس بالنقر اللي ماشي عليها. وللأمانة برضو لما الكاوتش بتاعها العمر الافتراضي بتاعه انتهى واشتريت كاوتش جديد، جبت نوع أفضل من اللي كان موجود فيها، وبصراحة فرق معايا وخلى العفشة أنعم من الأول بكتير. رقم 3 صوت الموتور. صوت الموتور بتاعها عالي نسبيا مقارنة بالعربيات اللي في فئتها. هو مش عالي قوي بس عالي نسبيا. العربية أول ما بتمشي وبتسخن صوتها بيبدأ يهدى. رقم 4 طابلوه العربية. طابلوه العربية فقير شوية، مفهوش زراير كتير، البلاستيكات اللي موجودة في الداخل مش أفضل حاجة ولكنها قوية ومش ضعيفة. الطابلوه مفهوش لمسة جمالية ومفهوش الرفاهية العالية، وللأمانة في الموديلات الجديدة بدأوا ينزلوا وسائل رفاهية أكتر من الموديلات القديمة. في الشكل الجديد منها هنتعرف عليها بالتفصيل لما نتكلم عن مميزاتها. رقم 5 في التعامل مع العربية بصفة عامة، هتحس ان في خشونة نسبيا، ودي عادة اللادا بصفة عامة ما بتبقاش ناعمة قوي. واحنا هنا مش بنقارنها باللادا القديمة، اللادا القديمة ناشفة جدا، هي انعم واحدث منها بكتير. احنا هنا بنقارنها بالعربيات اللي في فئتها زي لانوس وفيرنا مثلا. البيبان تحس انك بتفتح باب مصفحة، مش ناعم قوي، وبدال الدبرياج وعصاية الفتيس مش ناعمين قوي. الكراسي مش مريحة نسبيا، ممكن تحط مخادع خلفية هتظبط معاك، وانا عامل كده بالفعل عندي في العربية. وزي ما اكدنا في الاول، لو انت كنت راكب عربية قبل كده اعلى من لادا جرانتا فهتحس شوية بالفرق، ولو كنت راكب عربية اقل من لادا جرانتا او اول مرة فهتبقى ممتازة بالنسبة لك. دي اكتر العيوب اللي انا لاحظتها في العربية من ساعة ما اشتريتها. هنبدأ نتكلم عن مميزاتها. أول حاجة هنتكلم عن عيب كان موجود في الفتيس الأوتوماتيك في الموديلات القديمة،
وناس كتير اشتكت منه. الفتيس مش مناسب لظروف الطقس ودرجات الحرارة العالية. الفتيس لما كان بيسخن العربية بتفصل ولازم تسيبها تبرد عشان يشتغل، بالإضافة لسوء الاستخدام من بعض الملاك، لأن الفتيس القديم مش أوتوماتيك. الناس كانت بتقول عليه أوتوماتيك عشان تميز بس بينه وبين الفتيس المانوال. الفتيس يعتبر نص أوتوماتيك أو هاف أوتوماتيك، أو بيسموه ايزيترونيك أو ستابترونيك. أيا كانت المسميات، المهم إنه ليه تعامل واستخدام خاص غير الفتيس الأوتوماتيك العادي. في الموديلات الجديدة بقى الفتيس ده مش موجود، والعربية نازلة بفتيس جديد ياباني ب4 سرعات أوتوماتيك كويس جدا ومفيش أي شكوى منه لحد الآن، وده في الموديلات الجديدة بداية من 2020. ودي حاجة كويسة من لادا جرانتا في الفتيس الأوتوماتيك. ده غير إن الموديلات الجديدة شكلها اختلف نسبيا عن الموديلات القديمة، وبقت شكلها أحلى سواء من الداخل أو الخارج، وبقت فيها لمسة جمالية موجودة أكتر من الشكل القديم، وده تطور يعتبر موجود كويس في لادا جرانتا. رقم 3 في مميزاتها عفشتها. هو انت مش لسه قايل من شوية ان عفشتها ناشفة ودي من عيوبها؟ ايوه تمام، بس في نفس الوقت العفشة بتاعتها قوية جدا، ودي ميزة في العربية خصوصا في الطرق الغير ممهدة والمطبات. عفشتها ما شاء الله هتستحمل معاك شوارعنا الجميلة. انا اخدت بيها مطبات كتيرة من المطبات المحترمة دي، والحمد لله مفيش مشاكل واجهتني في عفشتها. العفشة بتاعتها قوية بصراحة، والمصفحة بتاعتها قوية جدا، ودي عادة اللادا، عفشتها قوية وبتستحمل وبتديك ثبات على الطرق السريعة. رقم 4 صاجها. ما شاء الله الصاج بتاعها محمل وقوي، وتقريبا العيال في الشارع عندنا بيطلعوا يلعبوا الكرة فوق العربية، بعكس عربيات تانية في فئتها وأعلى شوية بتطبق من أقل حاجة. رقم 5 وسائل الأمان والسلامة. العربية فيها وسائل أمان 2 إيرباج أمامي، وفيها نظام ABS للفرامل مانع للإنغلاق، وخاصية منع السرقة إيموبلايزر، ودي وسائل أمان مهمة جدا ومش موجودة في عربيات تانية في فئتها. رقم 6 التكييف. التكييف بتاعها حرفيا تلاجة وبدون مبالغة، صعب جدا في فصل الصيف تشغله على أعلى درجة، هتشغله على أقل درجة وهيديك تبريد عالي في غرفة السيارة بالكامل. رقم 7 ارتفاع العربية من على الأرض. ارتفاع العربية من على الأرض لو هتلاحظ هتلاقي العربية عالية من على الأرض، وصدقني دي ميزة هتحس بيها في الطرق المكسرة ومع المطبات العالية. انسى ان العربية تحك منك في المطبات، قعد واحد جنبك وثلاثة ورا، انسى انها تحك منك في المطبات، مقارنة بعربيات في فئتها بتحك في المطبات وهي فاضية. رقم 8 سحبها كويس جدا، وثباتها على الطرق السريعة ممتاز جدا على فئتها السعرية دي، وعلى الرغم من انها مش كبيرة قوي ولكن ثباتها ممتاز. رقم 9 شنطتها واسعة جدا، وهي مقفولة تحس انها صغيرة، بس تفتحها تلاقيها كبيرة فعلا وتاخد معاك سعة تخزينية كويسة، وده اللي مأثر على حجم الصالون اللي اتكلمنا عنه في البداية. رقم 10 قطع غيارها، ودي حاليا بقت من مميزاتها. العربية أول ما نزلت في السوق كانت في مشكلة في تواجد قطع الغيار ومراكز الصيانة، دلوقتي الوضع اختلف، بقى في محلات وقطع غيار مخصوص للادا جرانتا، بقى في مراكز وورش عمل مخصصة للادا جرانتا، وده يدل على انتشارها، بالإضافة إنها نازلة في مبادرة الإحلال وسعرها يعتبر كويس، وده هيساعد على انتشارها أكتر، وأتوقع إنها هتبقى شعبية أكتر. بالإضافة إن قطع غيارها ليها بدايل كتير من سيارات أخرى، أنا مجرب بعضها وفي ناس كتير جربت البدايل وتم التأكيد منها. هسيب لكم في صندوق الوصف في أسفل الفيديو قطع الغيار البديلة اللي تم التأكد منها، وده طبعا مش معناه إن قطع غيارها مش موجودة، بالعكس قطع غيارها متوفرة، بس أحيانا البدايل بتبقى أرخص في التكلفة، لأن بعض التجار بيستغل إن العربية حديثة وبيرفع التكلفة. هنضرب مثال بسيط، فلتر الزيت بتاع اللادا القديمة بيركب عليها، فلتر بنزين لانوس بيركب عليها، تيل فرامل لادا سمارة بيركب عليها. ولو رحت لبعض التجار وقلت له عايز تيل فرامل لادا جرانتا ممكن يقول لك 300 جنيه مثلا، لكن لو قلت له عايز تيل فرامل لادا سمارة هيقول لك ب 100 جنيه، وهو التيل اللي هيديهولك. فهي دي الفكرة، والبدائل دي أنا بستخدمها ومواجهتنيش معاها أي مشاكل. فقطع الغيار اللي هتلاقيها غالية دور على البدائل بتاعتها وصدقني هتنبسط. رقم 11 في موديل 2022 الأوتوماتيك، منزلين فئة جديدة لادا جرانتا E2، ونازل فيها إضافات زيادة ما كانتش موجودة في كل موديلاتها القديمة، ودي المرة التانية اللي ينزلوا فيها إضافات. نازل فيها الأربع أبواب زجاج كهربائي، الأول كان 2 فقط، وفيها كمان وحدة رفع للزجاج بالريموت، ونازل فيها فوانيس شبورة أمامي، الأول كانت شبورة خلفي فقط، وفيها جهاز إنذار، وزودوا العزل في العربية بقى أفضل من الأول، وبعض التعديلات في زراير التحكم في التكييف.
دي الإضافات اللي نزلت في لادا جرانتا E2 وبفارق سعر معقول مش كبير، حوالي 7000 جنيه تقريبا عن الفئة اللي ما فيهاش الإضافات دي. ومن وجهة نظري فارق السعر ده يستاهل، لأن الإضافات دي لو عملتها على حسابك هتكلفك أكتر من كده. ده غير إنك هتعدل على العربية، ده غير إنك لازم تضيف التعديلات دي عن طريق التوكيل طول ما أنت في فترة الضمان، وإلا هتخسر الضمان. فأنا شايف إن فرق السعر يستاهل من وجهة نظري. هقول لك ليه بقى أنا اشتريت العربية دي. جبت عيوبها ومميزاتها وقارنتهم بعيوب ومميزات عربيات أخرى، لقيت إن العيوب اللي فيها مش عيوب كبيرة تخليني أخاف من العربية، ودي من وجهة نظري. أصل العربية مش ناعمة قوي، أصل الكراسي مش مريحة، أصلا ما فيهاش الرفاهية العالية أو الرفاهية الزيادة، أصل بسمع صوت تزييق، ودي حاجة طبيعية على فئتها السعرية، وبالنسبة لي أنا مش مسببة لي مشاكل، والخشونة البسيطة اللي فيها بالنسبة لي أنا قوة ومتانة. المهم عندي إنها تكون عملية وتستحمل، وعلى هذا الأساس اشتريتها. ولو انت عايز عربية فيها القوة والمتانة والنعومة والرفاهية الزيادة، تقل جيبك، تقل جيبك لو انت عايز كل حاجة فيها. الفئة السعرية دي مش هتلاقي فيها كل حاجة انت محتاجها. اما نصيحتي ليك في الاخر، العربية في منها تقفيل روسي وتقفيل مصري. التقفيل الروسي افضل طبعا، بس موديلات التقفيل الروسي كانت من اول 2015 لحد اول 2017، ومن اخر 2017 كله بقى تقفيل مصري. ومش معنى كده ان التقفيل المصري كله سيء، في ناس كتير معاها تقفيل مصري وكويس جدا معاهم. الفرق بين التقفيل المصري والتقفيل الروسي، آلات الجر والميكانيكا بيبقوا روسي في العربيتين، العفشة، الموتور، الفتيس، كل ده بيبقى روسي في العربيتين. الفرق بيبقى في الخامات والقطع المصنعة هنا في مصر، زي مثلا الكراسي، الاكسدامات، الكاوتش، الصاج، هم دول اللي بيتصنعوا هنا في مصر. بالنسبة للعربيات المانيوال، التقفيل المصري بينزل بزجاج خلفي فاميه و2 إرباج أمامي، والتقفيل الروسي كان بينزل بزجاج أبيض عادي وإرباج واحد بس عند السواق. ولكن التقفيل الروسي طبعا بيبقى أفضل في جودة الخامات والإتقان في التقفيل. النصيحة التانية اللي عايز أقولها لك وانت مقبل على شراء سيارة جديدة، بتسمع آراء كتير مختلفة عن العربية اللي ناوي تشتريها، وكلمة توديك وكلمة تجيبك، وبتبقى في حيرة وقلق، وبتبقى قلقان تحط فلوسك في أنهي عربية. والقلق ده كان عندي وأنا بشتري العربية. علشان ما تحارش نفسك، كل عربية فيها عيوب، وخصوصا في الفئات السعرية البسيطة. وعيوب الصناعة بتبقى موجودة في كل شيء، حتى في الأجهزة الكهربائية اللي موجودة عندك في بيتك، ودي بتبقى حالات فردية وبتبقى بنسب بسيطة. وكده كده انت معاك ضمان العربية لعيوب الصناعة، والضمان بيبقى مدته 50,000 كيلو أو 3 سنين أيهما أقرب. حاجتين مهمين هما اللي هيعرفوك ايه العربية اللي انت محتاج تشتريها. أول حاجة الإمكانيات المادية اللي موجودة معاك. الحاجة التانية ايه اللي انت عايزه من العربية. هل هتستخدمها في مشاوير بسيطة؟ هل محتاجها تشتغل بيها؟ هل عايزها تستحملك بصفة عامة ومش هيفرق معاك الرفاهية الزيادة؟ الحاجتين دول هما اللي هيحددوا لك انت محتاج تشتري انهي عربية. وما تنساش تستخير ربنا قبل كل شيء. انا مثلا كنت هشتري نيسان صاني قبل لادا جرانتا. العربية ناعمة وصالونها واسع وعفشتها ناعمة، ولكن لقيت فيها عيب مش مناسب ليا. الصاج بتاعها ضعيف جدا، وخصوصا الكبوت. جرب كده تحط ايدك على الكبوت من قدام، هتلاحظ انه اتطبق، ودي حاجة مش هتناسبني، ممكن تناسب غيري. وانا هنا مش بقارن لادا جرانتا بنيسان صاني. نيسان صاني اعلى من لادا جرانتا في الفئة السعرية وفي النعومة، ولكن صاجها مش مناسب ليا ومش مناسب للظروف اللي هسوق فيها، بالاضافة لفرق السعر اللي بينهم. وفي الاخر دي وجهة نظري، وانت ليك الحرية تشتري اللي يناسبك ويناسب امكانياتك واللي انت محتاجه من العربية، ودي تجربتي الشخصية للعربية. اما بالنسبة للجرانتا ايه اللي يناسبك فيها، الاوتوماتيك ولا المانيوال؟ العربية الاوتوماتيك هي اعلى فئة موجودة في لادا جرانتا. هتلاقي فيديو في صندوق الوصف اسفل الفيديو بنشرح فيه الفرق بين المانيوال والاوتوماتيك، وعيوب ومميزات كل فتيس وايه المناسب ليك. وما تنساش تنضم لجروب لادا جرانتا اللي هسيب لكم الرابط المباشر بتاعه اسفل الفيديو في صندوق الوصف وفي اول تعليق، علشان تستفاد من تجارب ملاك العربية. اتمنى اكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.